السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جايبين لكم كيس هتاخدي منه معلقة يوميا على أكل الفراخ أو العليقة اللي انت بتقدميها للفراخ، وإن شاء الله هتلمي طبق بيض يوميا من الفراخ اللي عندك، أو هتلمي بيض بعدد إن شاء الله الفرخات الموجودة عندك. لو قال له هيقل له حاجة بسيطة بإذن الرحمن. ولو انت ما بتحبيش بقى تعملي الوصفات كتير للفراخ او مش فاضية وعاوزة حاجة تحطيها للفراخ تديهم كمية عناصر وحاجات محفزة لإنتاج البيض يوميا من غير تعب ولا مجهود، ولا هتغلي أعشاب على النار، ولا هتجيبي وصفات كتير، ولا هتعملي وصفة كتير. هنقول لكم دلوقتي على المعلقة دي هتحطيها يومين على أكل الفراخ، وإن شاء الله هتلاقي إنتاج البيض عندك مستمر، وفي نفس الوقت هيكون في كمية يعني عدد مناسب لعدد الفرخات الموجودة عندك. بس قبل ما نبدأ نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. هنقول مكونات الكيس ده، خليه موجود عندك على السطح دايما. خدي معلقة من الكيس ده يوميا على أكل الفراخ، او هتجيبي الكيس كله قلبيه على خلطة كبيرة تكون هتقضي مثلا الفراخ عندك اسبوع ولا اكتر على حسب كمية عدد الفراخ اللي عندك. حطيه معلقة منه يوميا، وان شاء الله تضمني طبق بيض باذن الرحمن يوميا، خاصة لو فراخك يعني ما فيهاش اي تعب ولا فيروسات ولا او الاكل اللي انت بتقدميه لفراخك مناسب لإنتاج البيض. المعلقة دي هتزود معاك إن شاء الله، هتحفز إنتاج البيض، وفي نفس الوقت هتحافظ على فراخك من حاجات كتير ممكن تمنع إنتاج البيض. الكيس ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن خلطة حاجات موجودة في البيت، يعني أنت مش هتشتري حاجة من بره، حاجات موجودة عندك في مطبخك هتحطيها معلقة يوميا، بس هتساعد معاكي بإذن الرحمن في إنتاج البيض. أول مكون من مكونات الخلطة دي اللي انتوا شايفينها هي خلطة على بعضها، فهي يمكن انتوا مش شايفين المكونات، فانا هقول لكم مكون. اول مكون هو الشيح، معلقة شيح. معلقة الشيح دي بتفرق يوميا معاكي في ايه؟ بتزود انتاج البيض. رقم 2 بتعمل زي مفعول عارفين دواء البندكس اللي هو بتاع الديدان، اللي هو الدواء البشري اللي هو ساعات بنحطه للفراخ. احنا اتفقنا كله هيبقى من البيت، مش هنكلفك حاجه من بره. معلقه الشيح دي بتساوي البندكس اللي هو بتاع طارد الديدان، لان لو الفراخ عندها ديدان مش هتنتج معاكي بيض، هيقل انتاج البيض، وبعد كده تقطع انتاج البيض، لان كل الغذاء اللي بتاخده الفراخ من العليقه اللي انت بتقدميها بتروح للديدان. يبقى معلقه الشيح هتضمن لك ان شاء الله ان كل الاكل هيروح لانتاج البيض، وهتقتل اي ديدان موجوده في معده الطائر، وبتحسن الهضم، وبتحسن يعني بتريح معدة الطائر. رقم 2 موجودة في الخلطة دي هي معلقة اللي هو الصدف المطحون. الصدف المطحون لو انت ما عندكيش صدف مطحون هنحط الجير المطفي او بودرة البلاط، بتجيبوها من اي حد بيبيع الحاجات بتاعة السيراميك والحاجات دي، هتلاقوا عنده، هتجيبوا منه وتحطوا. انا بقولك معلقه، لكن انت لو عدد فراخك اكتر هتزودي. تمام. هنحط يبقى مثلا المعلقه دي لعدد الفراخ، مثلا حوالي مثلا 15 فرخه بيقضيهم مثلا يومين 3. انت ممكن تزودي تحطي بدل معلقه معلقتين عشان يقعد معاكي الخلطه دي تقعد معاكي اسبوع. تمام. الجير المطفي او الصدف المطحون زي ما انتم شايفين مكونات الخلطه عندكم، لو ركزتوا فيها هتشوفوا كل مكون. الجير المطفي او الصدف المطحون مهم جدا لتكوين قشرة البيضة. لو مفيش العنصر اللي بيكون قشرة البيضة، فبالتالي برضو البيض هيبقى قليل، وهتلاقوا لا اما بتبيض بيض برشت اللي هو القشرة ضعيفة ده، فطبعا بتتكسر ومتستفيديش منها. يبقى دي تاني حاجة هتضمن معاكي بإذن الرحمن استمرار لإنتاج البيض. تالت حاجة هتحطي معلقة حلبة حصى. الحلبة الحصى من الحاجات المحفزة لإنتاج البيض، وفيها هرمونات طبيعية ربنا خلقها في العشبة دي، بتحفز معاكي تشكيل عنقود البيض، فبالتالي هيزيد معاكي إن شاء الله إنتاج البيض.
رقم 4 القرفة. القرفة من الحاجات المهمة جدا لإنتاج البيض. بتعمل زي مفعول برضو الحلبة الحصى. هنحط برضو معلقة. هنحط كمان معلقة جنزبيل. الجنزبيل وخاصة في الجو البرد بيقاوم الفيروسات، بيدفي الفراخ عندك، بيساعد على زيادة إنتاج البيض. هنحط معلقة برضو جنزبيل. خامس حاجة مش عارفة ولا سادس حاجة، عدوا معايا، هنحط معلقة شطة. الشطة من الحاجات الرائعة في طاردة بتحارب الفيروسات اللي ممكن يكون الطائر أخدها. رقم 2 بتعمل مفعول برضو الشيح، انها بتبقى طاردة للديدان، وفي نفس الوقت بتدفي الفراخ وبتديها طاقة لو الجو برد عندك، فبتدفي الفراخ وبتديها طاقة. فالشطة من الحاجات الرائعة لتحفيز انتاج البيض، وبتحفز انتاج البيض او تشكيل عنقود البيض. حتى في خلطات قبل كده عملناها، الفلفل الاحمر مع البنجر، لو الفراخ قطع بيض عندك او البيض قليل، من الحاجات اللي بتحفز انتاج البيض. الشطة حاجات الرائعة للفراخ البلد البياضة. سادت حاجة بقى او سابع حاجة معلقة الملح. لازم نحط معلقة ملح طعام. ملح الطعام بتاعنا اللي بنحطه للاكل هنحطه للفراخ، من الحاجات اللي بتخلي بتديك الاملاح المعدنيه اللي محتاجها الطائر. احنا اتفقنا هنوفر عليك بدل ما تشتري حاجات من بره، بدل ما نشتري ازازه املاح معدنيه واحنا مربى على قدنا في البيت ومش عاوزين نكلف نفسنا كتير، الا كل فتره ممكن نجيب الحاجات دي. فهنحط الملح الطعام من الحاجات اللي بتحافظ على الفراخ، لانها بتديها نسبه املاح معدنيه بقى. وحطينا احنا دلوقتي حطينا حلبة حصى، وحطينا قرفة والصدف المطحون او الجير المطفي، وحطينا شطة، وحطينا قرفة، وحطينا شيح. كل ده قلبيهم مع بعض كده، على الله ما نكون نسينا حاجة يعني ان شاء الله. قلبي الخلطة دي مع بعض، وحطي معلقة يوميا على اكل الفراخ. خلي الكيس موجود ده عندك، وقلبيه مثلا مع خلطة كبيرة تقضيك اسبوع ولا اسبوعين، وحطي يوميا للفراخ. ونسينا نقول لكم معلقه الكركم. معلقه الكركم من الحاجات برضو اللي بتزود انتاج البيض وبتحافظ على صحه الفراخ، يعتبر رافع مناعه قوي. اتفقنا برضو مش عايزين نشتري، فالمفروض نشتري للفراخ كل فتره رافع مناعه، وخاصه في ايام ما بيكون فيها الفيروسات زايده، ودخلت الشتاء ودخلت الصيف وايام الشتاء. فاحنا برضو مش هنتكلف، هنعمل رفع مناعه من البيت، نحط الكركم. ممكن نجيبه ده كل فتره رفع المناعه. الكركم بتغنيكي يعني صيدليه متكامله الكركم. ونسينا نقول برضو حبة البركة. حبة البركة فعلا من الحاجات الرهيبة لزيادة انتاج البيض، لانها بترفع معاكي نسبة البروتين وبتدي مناعة قوية للفراخ. فما ننساش حبة البركة من الحاجات الرائعة اللي ممكن تحطيها لوحدها ان شاء الله هتزود معاكي انتاج البيض، طالما فراخك كويسة ومفيهاش عندها نقص كتير في حاجات كتير. ان شاء الله تجربوا الخلطة دي، وان شاء الله ربنا يملى بيوتكم كلها خير، وان شاء الله يوميا تجمعوا بيض كده ان شاء الله بعدد الفرخات الموجودة عندكم. وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يملى بيوتنا وبيوتكم كلها خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.